الجو حر وفرهدة وكمان النور كل شوية يقطع، يبقى مفيش غير السيرم المركز لعصير الليمون والنعناع، هو ده اللي هيعمل لنا اللي انت عايشه، وكمان نقدر نعمله في اي وقت من غير خلاط، وفي 10 دقايق بس هينفعنا كمان في الضيوف الغفلة اللي بيجوا على فجأة. مش محتاجين اكتر من شوية نعناع ونص كيلو من الليمون، ونسمي الله ونبدأ الوصفة. اول حاجة انا هجيب حلة هنا علشان هعمل الخليط كله على البارد قبل ما ارفعه على النار. هصفي الليمون وهعصره كويس جدا وهحطه في الحلة، وهضيف له كوباية ونص من السكر، وكمان هاخد بشر الليمون اللي انا عصرته وهضيف له هنا للخليط. ولو كمان عندنا الليمون الايطاليا او اللي هو الكبير بيكون افضل عشان مش بيبقى فيه اي مرارة. بعد كده هضيف معلقة صغيرة من اللون الاصفر، لون طبيعي، لو مش قلقانة منه بلاش، بس هو بيدي كده لون حلو جدا للوصفة دي. هزود بقى كوباية من المية وهقلبها كويس جدا. بعد كده هرفعها على النار وهسيبها تغلي غلوتين لحد ما السيرم يغلي يتقل معايا. وخلي بالك انا مش عايزة السيرم يتقل جامد علشان السكر ما يتكتلش، مجرد بس ما يبقى اخد السمك ده يبقى كده كويس جدا. بعد كده هرفعه من النار وهصفيه كويس وهسيبه بقى يبرد. بس كده شفتوا السيرم سهل ازاي، ما اخدش مني 10 دقايق. نيجي بقى للسيرم النعناع، نفس الحكاية، هجيب حلة وقبل ما افتح النار هحط كوباية من المية عليها ربع كوباية من السكر، وكمان بعد كده هزود ليها النعناع وهسيبه يغلي كويس جدا لحد ما يتقل، وبس كده، وهقفل عليه وهسيبه لحد ما يبرد ونفس الكلام وهصفيه في سيرم وهحطه في الليمون، لو ازازة. مش حابين ان انتوا تضيفوا اللون مفيش اي مشكله. وادي شكل النهائي للسيرم بعد ما فضيته في الازازه وبعد ما برد. نيجي بقى هنا للتقديم، هجيب الكيس اللي انا هقدم فيه واحط فيه شويه من التلج وشويه من عصير السيرم الليمون المركز وكمان شويه من سيرم النعناع، وفي الاخر خالص هضيف له هنا الميه او المياه الغازيه زي ما انتوا حابين. وبألف هنا وشفا. اتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم. قولوا لي بقى في التعليقات ايه اكتر مشروب بتحب تشربه في الحر دوت، واستنوني في فيديو تاني ان شاء الله.